اه يا حبايبي، لو عايزين تعرفوا طبق الممبار ده اتعمل ازاي، ادخلوا كملوا الفيديو وانتوا هتعرفوا اتعمل ازاي خطوه في خطوه. وتنظيفه هسيبهولكوا تحت في صندوق الوصف. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده هنعمل مع بعض ايه بقى؟ هنعمل مع بعض الممبار اللي احنا نضفناه مع بعض. يا رب يكون الفيديو بتاعنا سهل وبسيط عليكم. هوريكم دلوقتي معانا ايه وايه. معانا بصل مقطعينه بالشكل ده، تمام. ومعانا فلفل، ده فلفل اصفر، فلفل احمر، ده فلفل حامي. مش عايزين تحطوا برضو عادي، مش مشكلة، حسب الرغبة. تمام. ومعانا خضرة، شبت وبقدونس وكزبرة. خلي حياتك منورة. تمام. بصوا حبايبي، ودي 2 كيلو من الصلصة. ده 2 كيلو من الصلصة. هو كيلو الممبار بياخد له من كيلو قوطة لكيلو ونص، بس انا زودت شوية عشان هعمل بيها محشي تاني يعني. تمام. ومعانا توم كده مفروم على فلفل. تمام. ومعانا بقى البهارات بتاعتنا. بصوا، شطة حمراء، كمون، فلفل اسود، كزبرة، ملح، 2 مرقة ماجي، ده برضو حسب الرغبة، وشوية ورق كده لورا. تمام. هنبتدي مع بعض، نجيب حلة ونحطها على النار ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حبايبي، بعد ما حطينا الحلة كده على النار، ما فيهاش اي حاجة ولا مادة دهنية ولا اي حاجة. تمام. هنحط فيها البصل كده، نزيد فيها بالبصل. تمام. هنشوحه شوية كده على نار هادية. ونحط له شويه ملح صغيرين، نص معلقه ملح صغيره كده عشان يصفي بس ميته. هتقولي ليه انتي ما حطيتيش الزيت والسمنه على طول وكده؟ هقول لكم لا، كده البصلايه بتنشف اكتر وبتتحمر احسن. يا رب تبقى واضحه قدامك. هنشوحها كده مع بعض وارجع لكم تاني. بصوا حبايبي، بعد ما البصلايه دبلت خالص كده وصفت كل الميه بتاعتها، لازم تصفي كل الميه بتاعتها كده خالص. تمام. هنحط لها بقى سمنه اهي، سمنه بلدي اهي. الخلطه دي تعمل بيها جميع انواع المحشي، كرنب بقى، كوسه، بتنجان، ورق عنب، اي نوع محشي، فلفل، اي حاجه. في ناس بيعملوا خلطه الممبار اي حاجه، بس انا بصراحه مش بفضلها يعني. تمام. حطينا السمنه اهي ونحط شويه زيت كده اهو. تمام. وهنسيبهم بقى لحد ما البصلايه تحمر وارجع لكم تاني. بصوا حبايبي، بعد ما البصلايه احمرت بالشكل ده، بصوا حبايبي، بعد ما البصلايه احمرت كده، تمام. بالمناسبه هما دول 3 بصلات، يعني وسط، يا اما بصلتين كبار، ماشي، يعني من 3 بصلات كده ل4 وسط. تمام. احمرت بالشكل ده. شويه الملح بقى اللي انا قلت لكم عليهم هما اللي بيخلوا البصل بالشكل ده ينشف كويس، يبقى احمر قوي قوي في المحشي. هو ده اللي بيخلي الصلصه حمرا جدا. دلوقتي بقى هنحط لها معلقه توم مفروم اهو. تمام. زي ما قلت لكم الخلطه دي تنفع للممبار، لجميع انواع المحشي. تمام. هنسوي فيها التوم كده وارجع لكم تاني. بصوا حبايبي، بعد ما التوم احمر كده هنحط له بقى الصلصه. عايزه اقول لكم الريحه عامله ازاي، واقول لكم بقى سر خلطه المحشي، ان هي هتبقى ريحتها ملهاش حل وطعمها جنان بجد. تحطوا شويه خضره. تمام. شويه خضره مع القوطه وهي بتتفرم في الخلاط، مع فصين توم، ملهمش حل، بيخلولك ريحه الصلصه الناس تشمها من الشارع التاني. تحفه بجد، تحفه، وطعم المحشي جنان.
ده سر الخلطه فعلا بيخلي المحشي تحفه يعني. جربوها ويا رب تعجبكم. سيبها تستوي بقى زي كده، حط لها شويه ملح ونسيبها تستوي كويس. لازم شويه الملح يا جماعه يتحطوا في بعد القوطه بعد ما تستوي، اول ما نحط الصلصه كده عشان يخلوها تستوي كويس وبسرعه. تمام، خليها تسبك وارجع لكم تاني. بصوا حبايبي بعد ما الصلصه اتسبكت كويس، بصوا احنا ما حطيناش على اي حاجه غير هو بس شويه الملح اللي قلت لكم عليها في القوطه، والورق لورا، والاتنين مرقه ماجي بس. ولسه بقى هنحط لها الحواج اللي هو التوابل دي، مش هنحط لها غير في الاخر خالص في الرز عشان ريحتها ما تطيرش. تمام، هو ده سر خلطه المحشي. زي ما قلت لكم تفرموا القوطه، حطوا كام فص ثوم مع قرنين فلفل حامي او بارد ايا كان انت بتحبي ايه، وتروحي حاطه بس شويه خضره. تمام، بس كده. بصوا سبكت ايه كويس اهي، ومعانا الرز اهو. ده 2 كيلو من الرز، نقيته وغسلته كويس طبعا وهحطه هنا. هو كل كيلو ممبار بياخد كيلو رز او كيلو وشويه، ما تزوديش عن كده، بس انا زودت شويه عشان هعمل محشي تاني، هعمل محشي ورق عنب واعمل حاجات تانيه. تمام، الرز غسلينه كويس. تمام، هقلبه بقى كده كويس وارجع لكم تاني. بصوا حبايبي كده قلبت الرز كويس اهو في الصلصه. تمام، ومعانا الفلفل زي ما قلت لكم، ده فلفل حامي، فلفل احمر، فلفل اصفر. ما عندكيش ما تحطيش، مش بتحب الفلفل برضو ما فيش اي مشكله. تمام، عايز تحطي فلفل بارد ماشي، بس بعد ما بتقلبي الصلصه كده. بصوا انا هحط كله لان انا بحب الفلفل الصراحه، وبيديله طعم وريحه جنان. نفسي تبقوا معايا والله تشموا الريحه دي. تمام، هو انا كده طفيت عليه، كده طفيت عليه. معانا الكزبره، كزبره، شويه كزبره حلوين كده. تمام، شويه كمون، فلفل وكزبره خلي حياتك منوره، شويه شطه كده صغيرين ماشي، والملح اهو. تمام، شويه كده من الفلفل الاسود. تمام، كل ده بعد ما حطينا الرز. هي دي بقى التكه اللي بتخلي المحشي ريحته حلوه قوي. تمام، عشان التوابل دي بتطير في ريحه البخار بتاع الصلصه بس. وهنقلب ده كله مع بعض وهنرجع نحط الخضره مع بعض. بصوا حبايبي بعد ما حطيت بقى الفلفل والتوابل وكله، بصوا لون الرز عامل ازاي. دي البصليه اللي بنسيبها تحمر الاول، تدبل قصدي في الاول، هو ده اللي بيخليها تديها اللون ده، لانها بتتحمر كويس قوي. شويه الملح اللي بنحطهم ليها في الاول عشان نشوحها بيخليها تحمر قوي، ريحتها والله وطعمها جنان. وسبتها بردت شويه، بعد كده هحط الخضره. ليه هتقولوا لي ما حطيتش خضره في الاول؟ عشان الخضره ما تتبلش وريحتها تروح منها. زي ما قلت لكم ده سر خلطه المحشي. الحاجات التكات اللي انا بقول لكم عليها دي هي دي فعلا اللي بتدي حاجات طعم كده وحاجه كده جميله كده بصراحه في المحشي. انا عايزه احلى لايك بالله عليكم، يا ريت لو في اي حاجه تكتبوا لي في الكومنتات وانا هرد عليها كلها. عايزه احلى تعليقات بقى واحلى لايك، واللي لسه مشتركش في القناه ينور ويشترك. بصوا حبايبي بعد ما قلبت الخلطه كده بالشكل ده، بصوا بقت شكلها عامل ازاي. والله طعمها وريحتها جنان ولونها كمان تحفه. التليفون فعلا ظالمها، يا رب تبقى واضحه بس في الشاشه. هجيب بقى حاجه احط فيها شويه عشان نحشي الممبار مع بعض، اوريكم دلوقتي هنعمله ازاي مع بعض. بصوا حبايبي حطيت شويه رز كده في حاجه كده، ما ينفعش احشي من الرز كله عشان اللي يبقى ما يحصلوش اي حاجه، ما يحمضش ولا يبوظ ولا اي حاجه. بصوا سبتهم شويه يبردوا كده، وهوريكم دلوقتي هنحشي دلوقتي الممبار ازاي مع بعض بكل سهوله. بصوا الممبار انا قطعت كله بالشكل ده عشان يبقى مظبوط كده. تمام، بفتحه كده. انا بخلي الماده اللي هي الدهنيه دي لجوه، عايزه تخليها لبره مفيش مشكله، بس هي لجوه بتخلي طعم الرز، الدهون دي بتسيح مع الرز بتخليه طعمه حلو قوي. هوريكم دلوقتي هنحشيه ازاي.
بصوا هنفتح البتاع كده اهو، بصوا بصوابعنا الاتنين كده 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 في ثواني. انا بس عشان معاكم الفيديو فبعمل بالراحه قدامكم. بصوا اهي ما خدتش ثواني اهي. بصوا بصوا اهي، خليها مبططه كده عشان ايه ما تفرقعش مننا في الشغل. تمام بالشكل ده. هعمل واحده تانية قدام برضو زي ما اوريكم كده بصوابعنا الاتنين كده 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 كده. تمام متاخدش حاجه في ثواني والله. بقت بالشكل ده. لو عايزه شويه رز ممكن نحط. بصوا فيها طريقه تانية ممكن نحط كده، وفي القمع ممكن نعمل بالقمع. ما عندكيش قمع ممكن تقطعي جزء ازازه كده تحشي بيه. بصوا لازم تبقى مبططه كده علشان ما تفرقعش في الشرب. تمام هعمل كل الكميه دي وارجع لكم تاني. وحبايبي معلش انا عايزه اوريكم بس حاجه، واللي مش عايز يحشي بنفس الطريقه بتاعتي دي ممكن يعمل كده كده. بصوا برده ما بياخدش حاجه كده كده، بيتعبى بسرعه جدا 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 اهو. بصوا القمع ممكن نستعمله في ايه؟ لو واحده مثلا رفيعه ولا حاجه ممكن نستعمل فيها القمع. تمام بس هو على حسب الذبيحه. الذبيحه لما تكون كبيره في السن بيبقى المنبار بتاعها تخين، لكن لو الذبيحه صغيره في السن بيبقى المنبار بتاعها كويس متوسط، ما بيبقاش كبير قوي ولا صغير قوي. تمام زي ما قلت لكم هخلص كل الكميه دي وارجع لكم تاني. بصوا حبايبي بعد ما حشيت كل الكميه بالشكل ده، بصوا زي ما قلت لكم كده ما تبقاش مليانه قوي، تبقى مبططه كده. تمام حطينا بقى دلوقتي حله على النار واقول لكم دلوقتي هنحط فيها ايه وايه. خليكم معايا. بصوا حبايبي دلوقتي دي حله على النار اهي مقربه تغلي. حطينا بصلايه قطعناها بالشكل ده. تمام بصلايه وحبهان وفلفل اسود وشويه ورق لورا، مفيش اكتر من كده. ولما نحط الممبار هنحط شويه ملح. تمام ونسيبها بقى لحد ما تغلي كويس قوي. لازم الشوربه تغلي كويس قوي قوي. تمام هنسيبها تغلي وارجع لكم تاني. بصوا حبايبي اهي الميه ابتدت تغلي اهي، اللي قلت لكم فيها البصل وفيها الحبهان ورق لورا. تمام وفصين بس من المستكه. هنبتدي بقى نحط الممبار كده. بصوا مش بنربطه ولا اي حاجه زي ما هو كده. بصوا مجرد ما بينزل بس لازم الميه تكون بتغلي بالشكل ده عشان يقفل. انا بوريكم دلوقتي بعد ما نزل الميه. بصوا بعد ما نزل قفل ازاي، قفل من الجنبين ازاي. تمام كده بصوا بيقفل من الجنبين على طول تلقائي اول ما يتحط. هحط كل الكميه وارجع لكم تاني. بصوا حبايبي اول ما ابتدى يغلي اهو هروح احط له معلقه ملح كبيره كده بس، ونسيبه بقى لحد ما يستوي. خليه يستوي وارجع لكم تاني. بصوا حبايبي بعد ما طلعنا الممبار بالشكل ده ممكن نسيبه يبرد شويه ونبتدي بقى نحمره. هوريكم دلوقتي واحنا بنحمره. معانا طاسه اهي على النار، ممكن تحطي فيها زيت بس او ممكن تحطي زيت وسمنه عادي اللي انت عايزاه تحطيه. تمام هنبتدي بقى مع بعض كده نحط الممبار. هرش كله بالشكل ده وارجع لكم تاني. بصوا حبايبي بعد ما اتحمر من الوش ده قلبناها على الوش التاني. هحمره كله بنفس الشكل ده وارجع لكم تاني. بصوا حبايبي بعد ما حمرناه كله بالشكل ده، بصوا طلعناه على مناديل كده عشان المناديل تشرب الزيت وكده الزياده. بصوا كله صغير ازاي مقطقط كده على قد بقك على طول. حاجه كده لوز اللوز يعني حاجه مانجا مانجا مانجا. والله العظيم لسه سلفي دلوقتي بينزل عليا بيقول لي ايه الريحه الجميله دي، ريحته وطعمه جنان. انصحكم كلكم تجربوه. ده عايز احلى لايك 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 لايك. بصوا حبايبي بعد ما حطيناه في طبق التقديم بقى بالشكل ده، حاجه كده مانجا مانجا مانجا. ما تنسناش بقى باللايك وبالشير
واللي لسه مشتركش في القناه ينور كده ويشترك. ما تنسوش بقى الكومنتات، اي حاجه عايزينها اكتبولي وانا اقول وارد عليكم على طول. بحبكم في الله. مع السلامه يا احلى مشاهدين واحلى متابعين في الدنيا. بألف هنا وشفا للي شاف، وبألف هنا وشفا للي هياكل. مع السلامه.